تؤكد كل المقارنات التي وضع فيها أشرف حكيمي إلى جانب ترينت ألكسندر أرنو ودينزل دومريس وداني كارفاخال وجيريمي فريمبونغ أن النتيجة تكون في كل مرة واضحة لصالح أشرف حكيمي، فليس الأمر مجرد أرقام أو إحصائيات تقارن على الورق، بل هو حضور حقيقي يتجلى في كل لمسة كرة وفي كل انطلاقة وفي كل تدخل حاسم، حيث يفرض أسلوبه الخاص الذي يجمع بين القوة والسرعة والذكاء، فيكون حاضراً في الدفاع بصلابة، وفي الهجوم بخطورة دائمة، وفي صنع الفرص برؤية واضحة، وهو ما يجعله يتفوق عملياً في سياق اللعب الفعلي. فبينما قد يتميز ترينت ألكسندر أرنو في الدقة الهجومية، ودينزل دومريس في القوة البدنية، وداني كارفاخال في الخبرة والتموضع، وجيريمي فريمبون في السرعة والانطلاق، فإن أشرف حكيمي يجمع كل ذلك في لاعب واحد، مما يجعله الأكثر توازناً والأشمل أداءً. لذلك فإن كل تلك المقارنات لا تكون سوى دليل متجدد على تفوقه، إذ يخرج في كل مرة كأفضل ظهير في الميدان، ويثبت أنه ليس فقط خياراً متفوقاً، بل معيار تقاس عليه بقية الأسماء في مركزه.